السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. معاكم هدير من قناة بنت من البنات. رجعت لكم النهارده بفيديو جديد، فيديو الاركوبال، طقم الاركوبال بتاعي. حبيت اصوره لكم واقول لكم القطع بتاعته وكده، يجوز يعجب حد فيكم وتحب تشتري زيه يعني. وحلو يعني، طقم حلو يعني. بصوا، هو الطقم ده بيتكون من 67 قطعة. بيتكونوا بقى من ايه؟ من واحد سيرفيس كبير، وستة بسلطح للرز والمكرونة والحاجات دي، وستة غويط شوية للشوربة، وستة مسلطح بردك أصغر شوية للرز بردك، و... وست بولات للآيس كريم ورز بلبن، وأربع أربع إيه أربع ملاحات، اتنين للفلفل واتنين للملح، وست بولات للسلطة، واحد بولة لتقليب السلطة يعني. وهنا سلطانية بالغطا، وبراد بالغطا وكمان سكرية بالغطا، ولبانة من غير غطا ست كوبايات ست فناجيل للشاي بالاطباق بتاعتها، وست فناجيل للقهوة. هو ده اللي هم ال67 قطعة، اللي هو اسمه جيميا، ده كل الناس عارفاه يعني. وده شكله وردك اهو. معروف يعني، كل الناس عارفاه. بصوا، هم بيتكون الكرتونه دي من طبقتين، انا مطلعه لكم عشان اوريها لكم. بصوا، الطبقه الاولانيه فيها اللي هو اللبانه والكوبايات والست بولات. بصوا هوريكم بقى الست اطباق بتاعه السلطه. بصوا ده رسمته هاديه خالص خالص. بصوا خالص يعني. عايزه اقول لكم، انا بحب الحاجات دي جدا جدا. ما بحبش الحاجات تبقى فيها مزخرفه قوي وفيها رسومات فظيعه، لا انا بحب الحاجات تبقى كده، حاجه بسيطه كده تعرفي تشوفيه حتى. بصوا، دي موجود منها ستة، اللي هم دول. طلع لكم بقى الفناجيل. بصوا بردك الفناجيل، الرسمه حاجه بسيطه خالص، من يمه واحده بس. الورود دي رقيق قوي يعني. دول منهم ستة. ومن من دول الفناجيل بتاعت اللي هم الكبار بقى بتاعت الشاي، دول بردك ستة اهو. اهو، حطهم جنب بعض كده اهوت. بصوا اهو دول. وكمان اللبانة اهي. دي اللبانة بردك شكلها كده بسيطة. قلت لكم الرسمة بتاعته بسيطة خالص وهادية يعني، شيك يعني. بصراحة أنا بحب الرسومات الهادية دي. دي الطبقة الأولانية بتتكون من ست فناجيل، لا، ست فناجيل للشاي وست فناجيل للقهوة واللبانة وست اللي هو الست البولات بتوع السلطة. نشيلهم بقى، وبعدين هحطهم مكانهم. نحاول ما نكسرهمش. ادي اهو، وادي اهو. يبقى دي الطبقة الأولانية بتاعة الكرتون. الطبقة التانية بقى، بصوا اهو، انا فاتحاها برضك عشان اوريها لكم. بصوا، بتتكون من البراد واللي هو الاطباق. البراد بصوا اهو، ده الغطا بتاعه اهو. نفس الرسمة، بسيطة خالص الرسمة دي، او انا حباها كده، انا بحب الرسومات البسيطة دي. ودي جواها بقى، حاطين جواها السكرية. بصوا نفس ده غطا السكرية، دي السكرية اهي، دي السكرية بتاعته اهو. اهي دي السكرية بتاعته حلوة ومش صغيرة، كبيرة، شكلها نفس الرسمة اهي. حطوها بس بردك هناك عشان انا بحط انا بقى بالراحة انا على مهلي. وبردك ده البراد. بصوا نفس اهو، البراد نفس الرسمة، نفس رسمته رقيقة خالص اهو. ده البراد بتاعها. البراد ده جميل قوي، انا بحب شكله حلو، احلى من البرادات اللي احنا عارفينها دي. ده البراد اهو. لا ما علينا، احط انا بعدين. ودي الست اطباق همت، اللي هم المسلطحين بتاعت الرز الكبار. بصوا اهم، ده شكلهم كبار يعني، مساحتهم كبيرة. بصوا اهو كده، دول ستة. وكمان دول اللي هم الغويطة شوية. بسم الله الرحمن الرحيم. يا قوي. بسم الله الرحمن الرحيم. دول منهم ستة بردك، اللي هم المسلطحين شوية، دول بتوع الشوربة يعني. ودول الأصغر منهم بردك ستة اهو. اهم كده. بصوا اهم، دول ستة ودول ستة اهو. حطهم انا بقى بعدين. بصوا اهو. وفي بقى البولة دي بتاعت السلطة، وفي السلطانية بس طبعا مش عارفة اشيلها، لا احاول. بسم الله الرحمن الرحيم.
لا مش يعني ايه انتوا فهمتوا. بصوا دول البوله بتاعت اللي هي اللي هم الصغننين اللي انا وريتها لكم، ودي السلطانيه والغطا بتاعها، وجواها اربع اللي هم الاربع ملحات بتاعت الفلفل والملح. وكمان ده البوله بتاع، وده الطبق الكبير السلفرس الكبير بتاع التقديم اهو، كبير حلو مش صغير، بس هو واحد بس اهم. ودول الست اللي هم الست بتوع اللي هم الايس كريم اللي قلت لك عليهم، ورز بلبن. بصوا اهو حلوين وصغنطاطين كده وشكلهم لذيذ قوي. بصوا اهم دول منهم 6، فهم دول القطع. وتحت بقى، تحت البتاعه دي ملزوق كده من تحت ديت اللي هم ال 12 طبق بتوع الفناجيل والفناجيل بتاعه القهوه والفناجيل بتاعه الشاي. هم دول بس عددهم زي ما قلت لكم ليها 67 قطعه. البراد والكوبايات والكوبايات البراد والاطباق الكبيره والاطباق الغويطه والاطباق اللي هي اصغر شويه، والبوله والسلطانيه وجواهم بتاعه الملاحات والسرفيس، واللي هم الست بولات بتوعه الايس كريم والحاجات دي. وهنا بقى اللي هم ال 12 طبق اللي انا وريته لكم، ال 12 طبق. معلش معلش تركيز بقى فظيع. ال 12 كوبايه بتاعت كوبايه 12 فنجان للشاي والقهوه واللبانه واسمها ايه بتاعت السلطه. معلش بقى تخريف فظيع. ودي اللي هي بتاعت السكريه، انا وريتها لكم بردك. فهم دول القطع بتاعته، رسمته رقيقه خالص خالص يعني. انا ما بحبش بصراحه الرسومات اللي هي الفظيعه ديت. فهو ده رسمته بسيطه خالص. حبيت اعرضه لكم يا جوز يعجبكم. ثمنه بقى زي ما عودتكم ما اعرفش، لان انا جايباه من فتره حلوه جدا جدا قبل ما اتخطب بفتره، يمكن قبل ما اتخطب بسنه ولا حاجه. فطبعا ثمنه اختلف جدا جدا، بس هو تقريبا ممكن يكون بألف وشوية دلوقتي، يعني 1000 وشوية. وعلى حسب ممكن اللي هو حاجة و50 تلاقيه أقل شوية، بس هو تقريبا بألف وشوية دلوقتي. ف يعني معلش بقى، كان نفسي اقول لكم سعره، بس والله انا جايباه من فتره كبيره من قبل حتى ما اتخطب. فيا رب بس يكون عجبكم كده، واستنوني في فيديوهات تانية، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.